السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم لي ميني باغيت اللي كيجيو لذاذين بزاف بواحد العجينه اللي كتكون خفيفه. طبعا غادي نعمروهم بواحد الحشوه اللي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه وبطريقه جد سهله ومبسطه. اهم حاجه ما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت، دغيا كيوجدوا. فندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب يكون دافي، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره سكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره، 4 كاس ديال زيت نباتيه، معلقه صغيره ديال الخل. غنخلط هذا الخليط هذا باش يتجانس لينا، وغادي نزيد الزلافه الاولى ديال الفورس يعني الدقيق الابيض، وغادي نزيد الزلافه الثانيه. غادي نجمع العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، كتكون واحد العجينه اللي خفيفه ما كتكونش قاصحه. صافي غادي نجمعها مزيان، وغادي نزيد عليها شويه ديال زيت نباتيه، وغادي نغطي عليها ونخليها تخمر. ضروري ما تخليو العجينه ديالكم تخمر مزيان حتى يضعف الحجم ديالها. هذا هو السر باش كيجيوكم لي ميني باغيت ديالكم خفافين، ويعني كتكون واحد العجينه اللي زوينه، كتجي خفيفه بزاف. هنايا في الحشوه عندي الفلفل الالوان، عندي البصله، عندي الجزر اولا خيزو محكوك، واحد 2 قرعات يعني كورجيت حتى هي محكوكه. غنديروا التوابل اللي فيها الابزار، الخرقوم، فلفله حمراء، سكينجبير، راس معلقه ديال الحار. غادي نشحروا هاد الخضره هذه، غنزيدوا عليها طريفات ديال الدجاج، غنزيدوا كذلك شويه ديال الربيع، وغادي نزيد شويه ديال الزعتر كيعطي واحد النسيمه زوينه للحشوه ديالنا. طبعا تقدروا ديروا الكفته اولا الطون، يعني اي حاجه كتفضلوا ديروها ديروها. صافي كنبداو كنشحروا في هاد الخضره هذه مزيان حتى كتشرب لينا من ديك المريقه اللي كتطلق. ضروري ما تنشفوها. كنزيدوا شويه ديال الزيتون كحل اولا خضر اللي بغيتو. من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا وضعف الحجم ديالها، كنطلقوها بالدلاك على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نقسموها القطع اللي غيكونوا مستطيلين كيف ما موضح في الفيديو. الطريقه راها جد سهله ومبسطه. غادي نديروا شويه ديال الفرماج احمر، تقدروا ديروا الفرماج مربع حتى هو راه كيجي مزيان. صافي وغادي نزيد الحشوه اللي صوبنا من بعد ما خليناها بردات مزيان، كنوضعوها على هذا الشكل هذا. صافي وغنزيدوا شويه ديال الفرماج من الفوق باش كيجينا يعني هاد لي ميني باغيت معلكين بالفرماج. صراحه راهم ساهلين كيجيو لذاذين وما كياخذوش معنا بزاف ديال الوقت. صافي وكنبداو نسدوهم بهذه الطريقه هذه كيف ما موضح في الفيديو. صافي كنجمعوا كاع الاطراف وكنقرصوهم بهذا الشكل هذا باش ما كتخرج ليناش ديك الحشوه فاش كندخلوهم الفران. هو الشكل ديالهم كيف كيجي. صافي غادي ناخذوا صفر بيضه نزيدوا معها شويه ديال الحليب وغادي ندهنوهم، ونرش عليهم شويه ديال البافو. تقدروا ديروا الزنجلان اولا الفرماج اللي بغيتو، يعني التزيين على حسب الذوق. هنايا انا ما عنديش الزيزوار، هو صراحه كتجيب التفليحه زوينه. انا درت عين الموس، فيعني ديروا عي شويه من الفوق. انا فلحتهم بزاف وجاوني فحال ما هكا، فبالزيجوار كتجي ديك التفليحه زوينه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. هما الشكل ديالهم فاش كيطيبوا كيف كيجيو من الداخل، كيجيو محمرين وخفافين. صراحه كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وبصحه والراحه.